سلام الله عليكم، رمضان كريم والله يخليكم بحال الورد مزينة المشاميم. عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. شكاية تحطات في طنجة. شكون المقصود وشكون اللي حط الشكاية؟ البنت ومرات الأب والمحرك بكريشة. يا بسم الله توكلنا على الله. كيطلع لنا الأخ بن عيسى في واحد اللايف في مدينة طنجة، وتيقول لك جاو يحطوا واحد الشكايه هو والاستاذ، يمكن على ما اظن الاستاذ المحترم والصديق حبيب. بمن غادي يحطوها؟ يمكن بهذا المشعوذ. كاين اللي غادي تسائل ويقول لك عمي عماره هو دابا الزروالي في ارض الله وتيعبد الله وبغى يمسح الذنوب ديالو، وعلاش غادي يحط هاد الشكايه بهذا السيد الله؟ وهادشي اللي كيدير فيه عاصي الله، الشيطان، الفرقة الوطنية والضحايا غادي يترحل قريبا. هذا اش كيتسمى؟ تنمر، حقرة، تشويه الصورة، تشهير. واش الله سبحانه وتعالى كيبغي هذا الشيء؟ ولا القانون المغربي كيبغي هذا الشيء؟ لكن اليوم غادي نهضر لكم بالتفصيل على هذا السيد، وغادي تفهموني مزيان، لأن غادي نقسم قد الموضوع إلى نقطتين. النقطة الأولى الهجوم ديالو المستمر على الزروالي هذه الأيام، والنقطة الثانية هو السكوت عن قضية سعاد وقيلوش وقيلوشة. وهنا غادي نطرحو السؤال: أشنو هي الأسباب اللي خلاتو يسكت على قيلوش وقيلوشة؟ ما خلى ما قال فيهم قريبا الاعتقال، غادي كذا، سب المعيور، سرقة الطفل، ما خلى ما دار فيهم. وبين عشية وضحاها ضرب الطم كأن حتى شي حاجة ما كاينة. واش تفعلوا الشكايات ديال قنيطرة اللي داير قيلوشة وقيلوشة واللي شادهم الأستاذ الحلو؟ أو لا باغي الاستمالة ديال قيلوش تصالح معاه؟ أو لا تبايعتي وشاريتي مع قيلوش باش غادي تسكت ولكن غتطلعها على الزروالي؟ الزروالي واش مخلص عليه مثلا ولا ما مخلصش عليه؟ راه سؤال محير. ان واحد الانسان اصبح متسلط على الزروالي، بغينا ولا كرهنا، كيمارس الشعوذه بغينا ولا كرهنا، وكل شيء واضح وبين والراي العام عارف هذا الشيء. واش الله كيوسع الشعوذه ولا الملائكه والله سبحانه وتعالى كينعلو مشعوذين؟ هذا السؤال والناس اللي كطير. اجي اليوم تحطت بك شكايه، وحنا كنعرفوا الشكايات ديال الزروالي اللي تيحطها. كاين اللي غادي يقول لك ايوا راه هو هارب. كيفاش هارب؟ هو خارج قانوني ومن فرنسا يباشر الشكايه ديالو، لان عنده الاستاذ ديالو هو اللي غادي ينوب عليه. عطيه توكيل، لان الزروالي قبل ما يخرج ويمشي لفرنسا عاطي التوكيل لعده اساتذه، ربما ثلاثه ديال الاساتذه اللي عاطيهم توكيلات: الاستاذ حليم، واحد الاستاذ اخر محترم، والسيده الروباني. انتم عارفين هذا الشيء، وانا كنعرف الاستاذ حليم تا هو ملي كيشد شي قضيه اجي يفكك معاه. المطايبه في المحكمه انا حضرت له لواحد الجلسه، داك الشيء اللي دار لقيت انا حال فمي. ولا غتبدا تطلب ثاني وتبدا تزاوج، ولا غادي تدخل ثاني تخرج عينيك وتقول لي في جهدك ديرو، لان غتولي محاصر بين طنجة والقنيطرة. وإلا ما حضرتيش غادي يديروا عليك مذكرات بحث داخل المغرب، يولي مبحوث عليك وانت داخل المغرب. واخا تا كنقولوا مذكرات بحث على الزروالي والترحيل وديك الهضره الخاويه اللي ما عندها حتى شي اساس، ولكن انت دابا غادي تولي عليك مذكرات بحث. والفضيحه لا تلاقى الا ما كانش
قال له سمحوا ليك، وجاو ديال قنيطرة من جهة وديال طنجة من جهة وما تلاقاو عليك. حقاش الإنسان اللي كيجري في الشر ما عمره يربح. لأن الزروالي اليوم حتى من الأم ديالو وصلها باش تمس الحجر الأسود، والزروالي راه الحجر الأسود مسو والكعبة طاف بها وباس الكعبة. الشياطين كيمشيو تم، الشياطين كيمشيو لمكة. ها السؤال مطروح. لأن دابا تعطي حقها، لأن دابا انت من الفصيلة ديال الناس اللي تيحقروا، ماشي كتعطي واحد التحليل أو لا واحد النقد اللي تيكون بناء وصالح للمجتمع. بالعكس انت كتفسد المجتمع. الشعوذة شنو هي؟ إفساد للمجتمع. والزروالي قال لك مشعوذ، الزروالي دار الخير، راه الخير ديالو اللي نفعو، راه بغينا ولا كرهنا. راه ماشي قضية أننا كنطبلوا ليه ولا داك، ما عندك ما تطبل ليه، هو راه ليه لما نطبل، ولكن كنهضروا بالواقع وبالحقرة اللي كتبغيو تمارسوا على الإنسان وبالاتهامات الكاذبة اللي كتبغيو تمارسوا على الإنسان باش تربحوا شوية د الفلوس. ليش عندنا نكونوا بحالكم؟ لأن ما كنلعبش أنا في الظلام أو في الكواليس. أنا وجهي واضح وبين للرأي العام، واللي بغى يتعاون معايا مرحبا بدون شروط، لله في سبيل الله. واللي ما بغاش ما كنسالو والو، حر مع راسو. لأن دايرة أنا قناة كنخدم نجمعها على 3 شهور على 4 شهور، ولكن كنديها نقية بلا سب بلا معيور. وهذا هو المهم عندي أنا، وهذا هو الفضل وراس المال عندي أنا، أن فمي زوين. فمي زوين ما تيخسرش. قليل ايامات الميلودي كانت كنعطيه، ولكن كان تا هو يخرج بشي كلام وشي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. الرحمن يغضب منه، راه غضب منه، راه دازت عليه تا هو مالو، دازت عليه زينه. تحيه للفنان عادل الميلودي والسيده ايمان. والحقيقه هي هذه، ولكن بنتي على الحقيقه ديالها. ودابا وقيلا جا وقت الحساب مع الزروالي، عاد ديك الاخرى تبدا تبكي وتقول حقروني او لا داروا ليا او لا فعلوا ليا. وغادي نشوفوا هاد السادات ديالك واش غادي ينفعوك. والناس راه كيطلعوا الخزنات، فقهاء واعرين كيطلعوا الخزنات، ونهار كيهجم عليهم الجندارم كيتلف ليهم كلشي كيتلف ليهم، كيلقى بحال القرد مريح قدام الجندارمي، هاز يديه ودايرها. الله ينعل ما يحشم. راه ندوزو البوكريشة. تغير الحال وعصفات الرياح، تسريب فيديو إباحي. تغير الحال وعصفات الرياح وتسرب فيديو إباحي. زاد الجراح على جراحي، ما نعرف نوم، ما تعرفي نوم ولا ترتاحي. ليل آلام وتخمام الصباحي. يا راسي، يا راسي وكثرة الهموم وما كاين أفراح. بكريشة والبنت ديالو والسريعة، واللي هما لاعبين توما هاد المسرحية. غادي تقولوا يا عمي عمارة اش من مسرحية؟ لا مسرحية، لأن تيقول البنت أو البنات كلام وكيقول السريعة كلام، وهما كيطلعوا كيتواجبوا مع بعضياتهم، كيردوا على بعضياتهم. إذا شكون اللي قايد هاد اللعب؟ باش بكريشة للإثارة والمشاهدة. أنا غادي نقول لكم نطرح عليكم واحد السؤال. السريعة قالت لك غتحول ما تحولهاش، والدريات الحوايج ديالهم باقيين تما في الدار، بداو عا ما يلبسوا. واش هادي غتدخل لكم العقل؟
دابا نفكروا على العقل. هاد المسألة واش غتدخل العقل؟ حنا بلي تنقولوا راه تشتوا وتفارقوا، راه كلشي كيتشتت حتى حاجة ما كتبقى، ولكن هاد الدار باقية والحوايج باقيين، يعني بلي يحتاجوا الحوايج يجيو ياخذوهم من الدار. أو بلي تسالي المسرحية غادي يقولوا حقا الصلح والصلح مزيان وكذا وهادي، وواقيلا غادي يجمعهم تاني كاملين تمايا عندو ليه، سمعتي باش يقاد بيناتهم، وواحد الوقت يخرجوا يقول لك تاني راه تصالحوا وكذا وهادي، لأن عرفتوا علاش؟ لأن كيضحكوا على الرأي العام، وكيضحكوا على المتتبعين، وكيديروا مسرحيات وزليات، ولكن ملي كيوصلوا أمام القضاء تيبداو يبكيو ويشكيو. وانا ما بكيت على حد وما شكيت على حد، كنشكي على الله ولي امري وامركم، واحلى تعظيم سلام.